بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الحلقة الرابعة من حلقات شرح مناسك الحج لايف، وهنتكلم النهاردة عن واجبات الحج السبعة. اتكلمنا في الفيديو اللي فات وخلصنا أركان الحج الأربعة اللي هم الإحرام والوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة. وقلنا إن في فرق ما بين الأركان والواجبات، والفرق ما بين الركن والواجب إن الركن لا تتم العبادة أو لا تصح إلا أن تأتي بهذا الركن. فمعنى إن ما حدش عمل ركن من الأركان معنى كده إن العبادة ما تمتش. ولكن واجبات الحج لا يجوز تركها، ولكن من ترك شيئا منها متعمد فلزمه الدم، متعمد او ناسي فلزمه الدم. يعني ايه؟ يعني بنجبر التقصير اللي حصل في الواجب ده بذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. طيب للحج 7 واجبات، ايه هما؟ اول واجب اللي هو الاحرام من الميقات. طيب ايه الفرق ما بين الاحرام من الميقات اللي هو واجب من واجبات الحج والاحرام في العموم اللي هو ركن من اركان الحج؟ الاحرام في العموم اللي هو نية الدخول في النسك، تمام؟ يعني نية اي عبادة، مفيش عبادة بتصح الا بالنية. فهو الاحرام او نية الدخول في عبادة الحج او نية الدخول في عبادة العمرة ده ركن من اركان العبادة، تمام؟ انما الاحرام من الميقات انك انت تحرم من المكان الصحيح اللي هو من المواقيت، تمام؟ فاللي ما احرمش من الميقات يبقى اخل بواجب من واجبات الحج، ويبقى اللي بيخل بواجب من الواجبات عموما بيبقى عليه ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. وطبعا احنا اتكلمنا عن المواقيت في الحلقات اللي فاتت. يبقى الاحرام من الميقات هو أول واجب من واجبات الحج. تاني واجب من واجبات الحج وهو استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. احنا قلنا الحلقة اللي فاتت إن الوقوف بعرفة هو ركن من أركان الحج، لا تصح الحج إلا بالوقوف بعرفة. الحج عرفة، ولكن قلنا إمتى ميعاد الوقوف الصحيح؟ قلنا الوقوف الصحيح بيبتدي من زوال شمس يوم عرفة، يعني من وقت الظهر إلى طلوع فجر يوم النحر. طيب لازم اللي راح الصبح يجمع ما بين جزء من النهار وجزء من الليل، يعني ما ينفعش يمشي قبل غروب الشمس، يمشي بعد غروب الشمس ولو للحظة. ليه؟ عشان يكون حقق الواجب من واجبات الحج اللي هو استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. طيب اللي وقف وقت الظهر ومشى قبل غروب الشمس ده بيبقى عليه ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم، لأنه أخل بالواجب الثاني من واجبات الحج وهو استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. طيب اللي راح عرفة بعد غروب الشمس بعد المغرب هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ووقوفه أجزأه، تمام؟ يبقى أول واجب من واجبات الحج زي ما قلنا الإحرام من الميقات اللي هي المواقيت، اللي هي المناطق المحددة للإحرام. تاني حاجة هو استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. ثالث واجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة، لقوله تعالى فإن أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو مزدلفة. بعد ما الناس بتنفر من عرفات بتتجه للمشعر الحرام عشان تبات فيه اللي هو ايه؟ اللي هو مزدلفة. طيب بتفضل فيه من امتى؟ بتفضل فيه من بعد ما تنفر من عرفات لغاية الفجر، بتفضل بايتة في مزدلفة لغاية الفجر، ده لأنه واجب من واجبات الحج. واللي ما باتش في مزدلفة هيكون أخل بواجب من واجبات الحج، وهيبقى عليه إيه؟ هيبقى عليه ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. ولكن في رخصة رخص فيها بالمبيت بمزدلفة لمين؟ للنساء والضعفاء من الرجال، ان هم ممكن يباتوا جزء من الليل في مزدلفة ويمشوا من مزدلفة قبل ايه؟ قبل الفجر، تمام؟ دي رخصة للضعفاء والنساء ان هم يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، تمام؟ وبعد كده يروحوا ايه؟ يرموا جمرة العقبة. طيب يبقى يبقى المبيت بمزدلفة ده الواجب الثالث من واجبات الحج. طيب الواجب الرابع من واجبات الحج هو المبيت بمنى ليالي التشريق. ليالي التشريق اللي هم كام؟ اللي هم 11 و12 و13.
11 ذي الحجة، 12 ذي الحجة، 13 ذي الحجة، دول اسمهم ليالي التشريق. طيب سمي ليه بليالي التشريق؟ لان طبعا انتوا عارفين يوم النحر اللي هو يوم الذبح، كانوا بيذبحوا زمان بقى كانوا بيذبحوا اللي هي الهدي بقى والحاجات دي للمتمتع وللقارن، وما كانش في ايامهم في تلاجات، فكانوا بيشرقوا اللحمة في الشمس علشان ما تبص، فسميت من هنا اسمها ليالي التشريق. طيب يبقى المبيت بمنى ليالي التشريق اللي هم 11 و12 و13 ذي الحجة، ده واجب من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها. وفيها برضو رخصة، رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى. وترخيصه صلى الله عليه وسلم دليل على انه هو واجب من واجبات الحج. وبرضو في رخصة لمن لم يستطع المبيت بمنى لعذر، لان في ساعات حملات ما بتبقاش ليها اماكن في منى، فبيباتوا في اقرب مكان في منى، ده ان تيسر لهم ذلك، وان لم يتيسر لهم ذلك فحيث شاء. ودايما الرخصة دي بتتاخد للي ملوش مكان، وبنقول له ايه؟ بنقول له علشان يخرج من الخلاف ان هو يقضي جزء من الليل بمنى. اللي ما عندهمش مخيمات بمنى ليالي التشريق يوم 11 و12 و13، فبنقول له اقعد جزء من الليل، اقضي جزء من الليل، وممكن مثلا على الساعة 3 على الساعة مثلا 2 او حاجة تخرج من منى وتروح تبات في السكن بتاعك، عشان تبقى قضيت جزء من الليل وأتميت اللي هو الواجب من واجبات الحج. تمام. طيب الواجب الخامس من واجبات الحج هو رمي الجمار. طيب في حاجة اسمها رمي جمرة العقبة الكبرى، ده وقتها بتبقى من منتصف ليلة النحر، يعني من فجر عيد الأضحى. ده الناس اللي بعد ما بتبات من مزدلفة وبتصحى بقى الفجر وتصلي الفجر، بتتجه لإيه؟ بتتجه لجمرة العقبة الكبرى علشان ترميها، فبيكون وقتها من فجر عيد الأضحى لفجر اليوم التاني، ده وقت رمي جمرة العقبة الكبرى، بيرموها ب7 جمرات. طيب في بقى جمرات تانية اللي هي بتترمى ايام التشريق الثلاثة اللي هو 11 و12 و13، واحنا هنشرح ده بالتفصيل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. بيبتدي الرمي فيها من الذوال، وافضل وقت فيها هو وقت الضحى. طيب 11 و12 و13 دول بنرمي فيها 3 جمرات، جمرة العقبة الصغرى والكبرى والوسطى. تمام. طيب احنا هنتكلم بقى كل جمرة بتترمي بايه؟ ب7 حصيات، كل جمرة بتترمي ب7 حصيات، ويكبر مع كل حصى، يعني يرمي الجمرة الاولانية الله اكبر، التانية الله اكبر، التالتة، وهكذا 7 حصيات. تمام. بعد ما بيخلص رمي جمرة العقبة الصغرى بيتجه لجمرة العقبة الوسطى، وبيرميها برضو ب7 حصيات، بيكبر فيها مع كل صلاة، مع كل يكبر فيها مع كل رمية يعني. طيب مع كل حصاة. بعد ما بيخلص رمي جمرة العقبة الوسطى بيتجه إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، وبرضه بيكبر فيها مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر 7 حصيات. ده اللي بيعمله في أيام التشريق 11 و12 و13، 11 و12 للمتعجل و13 للمتأخر. خلاص هنشرح برضو ده بالتفصيل، بس أنا بقول لكم دلوقتي على واجبات الحج ال7 اللي هم لا يجوز تركها سواء متعمد أو سواء ناسي، ومن تركها متعمد أو ناسي لزمه الدم. طيب هنتكلم دلوقتي عن مسائل كده في رمي الجمرات. هنتكلم على حجم الحصى، هنتكلم لو حد مثلا اتلخبط في عدد الرمي يعمل ايه. طيب اول مسألة في المسائل دي هو حجم الحصى. حجم الحصى بتاعة الجمرات بيبقى اكبر من الحمصة شوية واصغر من البندق، يعني حاجة كده صغيرة، يعني مش حاجة جامدة، يعني حجمه اكبر من الحمص واصغر من البندق. طيب الحصى ده بنجيبه منين؟ من اي مكان، سواء في مزدلفة
او منى، ومفيش دليل على اشتراطه ان هو يكون من مزدلفة، ان احنا نجمعه منين؟ من مزدلفة. طيب مسألة تانية، ان ما ينفعش ان الناس ساعات بتروح ترمي بقى باسمنت او طين، او مثلا الناس اللي بتقلع النعل وترمي بيه، والسب واللعن، كل ده لا يجوز وليس من السنة في شيء. طيب الواجب عليك ان الحصى اللي انت بترميها تقع فين؟ في الحوض. هو حوض كده وبيبقى جواه جدار، فانت الواجب عليك عشان الرمية تبقى صحيحة ان تقع الحصى في الحوض المعد لذلك، وما يشترطش انها تصيب الجدار، يعني مش لازم تخبط في الجدار. تمام؟ طيب المسألة اللي بعد كده ان احنا نفرق الرميات. بمعنى ايه؟ ان احنا نرمي الحصى الاولانيه، وبعدين طبعا زي ما بنقول الله اكبر، وبعدين كده نرمي التانية، وبعدين نرمي التالتة، وبعدين الرابعه، وبعدين الخامسه، وبعدين السادسه، وبعدين السبعه. يبقى دي اسمها ايه؟ تفريق الرميات. ما ينفعش ان احنا ناخد السبعه كده بكف واحد ونرميهم. طيب هيجي حد يقول لي طيب انا ما كنتش اعرف ان رمي الجمرات بيبقى متفرقين، وخدت السبعه كده بايدي ورميتهم مره واحده. طيب احسبهم ايه؟ نقول تحسبهم رمية. تحسبهم ايه؟ رمية. يبقى تفريق الرميات. المسألة اللي بعد كده ان احنا ممكن نرمي في الليل في ايام التشريق. احنا قلنا ميعاد رمي الجمرات بيبتدي من امتى؟ بيبتدي من زوال الشمس، بيبتدي من وقت الظهر، وافضل وقت ليه وقت الضحى. طيب انما الوقت مفتوح معاك لغاية الليل، يعني يجوز انك انت ممكن ترمي في الوقت ده، او يجوز ان انت تستنى شوية الزحمة وتروح ترمي بالليل، ما فيهاش اي مشكلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأول الرمي، ولكن لم يوقت لآخره، يعني لم يوضع حد لآخره. طيب لو حد شك في عدد الحصيات، يعني مثلا هل هو رمى 6 ولا رمى 5، هي الرمية دي 4 ولا 5، نقول له دايما ابني على القليل. يعني لو شك ان هو رمى الحصى 5 ولا 6، نقول له لا احسبها 5 وتم 6 وبعد كده تم 7. شك ان هم 4 ولا 3، نقول ابني ان هو 3 وبعد كده كمل عدد الرميات. طيب نتكلم عن ان لا يجوز، دي مسألة مهمة بقى جدا عشان كانت حصلت كتير في حج السنة اللي فاتت مع الناس اللي كنت بشرح ليها، موضوع التوكيل في الرمي. طيب نقول ان لا يجوز التوكيل الا لمن لا يستطيع الرمي لا في الليل ولا في النهار. يعني معنى كده ايه؟ لو واحد ما بيقدرش على حرارة الشمس، فما يقولش انا هاجي اوكل عشان انا ما بعرفش انزل ارمي بالنهار، نقول له لا، مادام تستطيع انك انت ترمي بالليل روح بنفسك وارمي بالليل. تمام؟ طيب يبقى اللي بيوكل لا يستطيع ان يرمي لا ليلا ولا نهارا لعذر يعني لا يرجى شفاؤه حتى خروج وقت الرمي. يبقى من لا يستطيع الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، ده هو اللي بيوكل، وده على مذهب جمهور الفقهاء. تمام؟ يعني مثلا الحامل اللي خايفة ان هي مثلا يحصل لها الجنين يحصل له حاجة، او ان هي تسقط او اي حاجة، فممكن توكل. المريض اللي هو مش قادر يتحرك، مش مجرد مثلا ايه لا رجل وجعاه طب ما انا ممكن اريح شوية واروح، لا، المريض اللي هو مش قادر يتحرك دلوقتي او هيتعب او هيحصل له اذى لو هو راح ورمى، فبيوكل من ينوب عنه. طيب يبقى من لا يستطيع الرمي لعلة لا يرجى زوالها، يعني مش هتروح وقت الرمي هيخرج خلاص، فده هو اللي بيوكل. من لا يستطيع ان يرمي لا ليل ولا نهار، يعني لو حد يقدر يروح بالليل ومش هيروح النهار، لا يروح بنفسه. انما اللي بيوكل في الرمي ده لا قادر لا يرمي ليل ولا قادر لا يرمي نهار. طيب المريض الحامل اللي بتخاف على نفسها
اللي مثلا واحدة معاها أطفال لسه رضع ومفيش حد تسيبهم معاه تأمن معاه ومش هينفع تاخدهم، نقول مثلا توكل. الشيخ الكبير أو الراجل الكبير اللي هو ممكن يحصل له أذى أو يتعب، ما يقدرش مثلا يروح هناك وكده، نقول له ده ممكن يوكل. انما مش اي تعب، لو مثلا مش قادر شوية رجلي بتوجعني او كده، لا نقول له ريح. وبعد ما ترجع طبعا، لان هيكون بايت في مزدلفة وبعدين رمي جمرة العقبة الكبرى، هيبقى تعب، نقول له لا ممكن تريح شوية وتروح ترمي، اولى انك انت ترمي. لان التوكيل بشروط، التوكيل بشروط، مش اي حد يوكل. طيب برضو ما ينفعش اوكل في الرمي الا من كان حاجا. طيب يعني هل ينفع أنا مثلا الشخص الذي لم يحج فليس له أن يتوكل عن غيره؟ يعني ما ينفعش حد مش حاج أنا وكله إن هو يرميلي، لازم اللي بيوكل حد يكون حاج. تمام. طيب برضو مسألة في التوكيل، لما أنا بقى بوكل حد ان هو يرميلي، طيب هو بيعمل ايه؟ لو حد مثلا وكلك انك انت ترميله او وكلك ان انت ترميله، طيب انت بتروح بترمي عن نفسك يعني مثلا لو هنرمي جمرة العقبة مثلا الصغرى، انا برمي عن نفسي الاول 7 حصيات واكبر عن كل حصاة، وبعد كده في نفس وانا واقفة عند الصغرى ارمي عن ايه؟ موكلي، ارمي له ال7 بتوعه، وبعد كده اتوجه للوسطى وارمي ال7 بتوعي، وبعدين ارمي له ال7 بتوعه في نفس الموقف، وبعد كده اتوجه للكبرى ارمي ال7 بتوعي، وبعدين ارمي ال7 بتوع اللي موكلني. دي بتبقى الطريقة، يبقى اسمها الوكيل بيرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد. يعني انا برمي لنفسي الصغرى، هرمي لنفسي وارمي للوكيل. انما في ناس بتبقى فاكرة ان هي بترمي مثلا لنفسها الصغرى والوسطى والكبرى وبعدين ترجع تاني ترمي للوكيل الصغرى والوسطى والكبرى، وده غلط. انت بترمي للوكيل، بيرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، بيبدأ بنفسه بعد كده يرمي عن ايه؟ موكله. تمام. طيب مسألة تانية برضو في التوكيل، ان لو حد وكل غيره في الرمي وهو كان معذور، احنا قلنا ان لازم اللي يوكل في الرمي ده يكون حد معذور عذر شرعي، ما يقدرش يروح يرمي بنفسه، لا ليل لا قادر يروح، لا ليل ولا قادر يروح نهار، حامل وخايفة على جنينها، ممكن يكون حد شيخ كبير ومريض ومش هيقدر يروح، هيحصل له أذى، ده اللي يوكل، مش أي حد يوكل في الرمي. طيب لو أنا وكل غيره في الرمي، شيخ دلوقتي كبير وكلني في الرمي، لا يجوز للشيخ ده انه يروح يطوف طواف الوداع قبل ما الوكيل يرمي عنه. يبقى لازم الوكيل يقول له خلاص يا حاج انا رميت عنك الجمرات بتوعك، ساعتها بقى يروح ايه؟ يطوف طواف الايه؟ الوداع، لو هو كان اخر ايام ايه؟ التشريق، اللي هو يوم 12 لو هو متعجل، ويوم 13 لو هو ايه؟ متأخر. تمام. لان ده الوقت اللي بيؤذن فيه للنفر، فما ينفعش الوكيل يكون لسه ما رماش وهو بيروح يطوف واللي موكله يروح يطوف طواف الوداع، ده كده غلط. لازم هو الاول يقول له خلاص انا رميت عنك الجمرات، ساعتها بقى هو يروح يطوف طواف الوداع يوم 12 لو هو متعجل، ويوم 13 لو هو متأخر. تمام. دي كده الواجب الخامس من واجبات الحج اللي هو رمي الجمار، واتكلمنا عن مسائل في رمي الجمار، واتكلمنا كمان عن التوكيل في الرمي. طيب الواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق أو التقصير، لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تمام. يبقى ده الواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق أو التقصير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فده دليل على ان الحلق افضل بالنسبة
للرجال. تمام. طيب وبالنسبة للسيدات احنا عارفين ان هم بيقصوا شعرهم عشان يتحللوا بقدر ايه؟ بقدر انملة، يعني بقدر عقلة اصبع. خلاص، إيه حاجة صغيرة كده. والقص بيكون ايه؟ بيكون او الحلق بالنسبة للراجل ان هو بيعمم الشعر كله بالتقصير وليس من جانب واحد، ده الاصح. وبالنسبة للسيدات ان هي بتجمع شعرها كله وتقص منه ايه؟ بقدر انملة، مش من جنب واحد يعني، على قد ما تقدر يعني. لان في ستات بيجي يقولوا مثلا احنا شعرنا مش متساوي او كده، فبنقول على قد ما تقدري، على قد ما تستطيعي. لو هو متقسم مثلا قصة وشعر وحبة شعر ورا، بنقول لها قصي من القصة كده قدر أمولة، ومن بقية الشعر قدر أمولة يعني، فما فيش أي مشكلة. فاتقوا الله إيه ما استطعتم. طيب الواجب السابع من واجبات الحج وهو طواف الوداع. طيب طواف الوداع ده هو الواجب السابع من واجبات الحج. واحنا اتفقنا ان واجبات الحج لا يجوز ليكي انك انت تتركيها لعمدا ولا ناسية. طيب من تركها عمدا او ناسي بنقول ايه؟ عليه دم او عليه ذبح، يعني بيذبح شاه وتوزع على فقراء الحرم. طيب طواف الوداع ده الواجب السابع من واجبات الحج، ولكن مستثنى من طواف الوداع اتنين فئتين. مين بقى؟ الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ما عليهاش طواف وداع، بتستثنى من طواف الوداع وليس عليها ذبح ولا عليها أي شيء. يبقى مين المستثنين من طواف الوداع؟ الحائض والنفساء. لو حد جالها الحيض قبل طواف الوداع، بعد مثلا ما رمت الجمرات ولسه ما طافتش طواف الوداع، لا شيء عليها، يسقط عنها طواف الوداع. انما هل يسقط عن امرأة مثلا صحيحة ما هياش حائض ولا نفساء؟ لا، دي كده تبقى اخلت بواجب من واجبات الحج. الاتنين اللي ملهمش طواف وداع وليس عليهم اي شيء هما الحائض والنفساء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، اللي هو إيه؟ طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض. وده حديث إيه؟ متفق عليه. يبقى دول السبع واجبات من واجبات الحج، من تركها متعمدا أو ناسي لزمه الدم. إن شاء الله في الحلقة اللي جاية هنشرح صفة الحج، هنشرح الرحلة كاملة من أول بقى المواقيت، من عند الميقات، من أول الإحرام. وهنتكلم عن الصفة، احنا اتكلمنا عن الأنساك الثلاثة: نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد، اتكلمنا عنهم تقريبا في الحلقة الأولانية. هنتكلم إن شاء الله في الحلقة الجاية عن صفة الحج كاملة. احنا خلصنا وعرفتك يعني ايه الأركان الحج اللي هم الأربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي ما بين الصفا والمروة. واتكلمنا النهاردة عن واجبات الحج السبعة: الإحرام من الميقات، استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى ليالي التشريق اللي هم 11 و12 و13 ذي الحجة، ورمي الجمار والحلق والتقصير وطواف الوداع. خلاص، فعرفنا ايه الواجبات وايه الأركان. إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنشرح صفة الحج كاملة بالتفصيل. ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونعملها حلقة كاملة علشان الرحلة تبقى كاملة ومفهومة. واي حد عنده اي سؤال في اللي فات يكتب لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هجاوب عليه. ان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.